عملت ديكور جديد لغرفة بناتي يلي بيحلموا فيها، وكانت النتيجة بتجنن. شو الصعوبات يلي واجهتني وخلتني أتأخر بتصوير الفيديو؟ من وين اشتريت كل قطعة موجودة بالفيديو؟ خلوكم معي لنهاية الفيديو حتى تشوفوا النتيجة النهائية. حطوا لايك ويلا نبلش الفيديو سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعوني. ويسعد لي صباحكم إذا عم تشوفوا الفيديو بالنهار، ويسعد لي مساكم إذا عم تشوفوا الفيديو بالليل. وحابة رحب بكل المشتركين الجداد انضموا للقناة. أهلا وسهلا فيكم ونورتوني. فيديو اليوم هو ترتيب وتجهيز وديكور غرفة البنات، وبتمنى منكم تشوفوا الفيديو للأخير لأني عن جد طلعت الغرفة دمار، يعني طلعت أكتر من توقعاتي بكتير. فإذا حبيتوا الديكور وحبيتوا التغيير اكتبوا لي تعليق حلو مثلكم وحطوا لي لايك عشان أعرف إنه عجبتكم الغرفة. وبعد ما فطرنا فطرت الأولاد وضبيت البيت وهيك، يعني البيت كله ضبيته، ما عفت علي أي شيء. قلت يا بنت أسوي لي فنجان قهوة وأقعد هيك أشربه برواش أخذ طاقة وباور عشان أحسن أكمل نهاري. وبتعرفوا يعني اللي بيشتغل بالتصوير، والتصوير عن جد بياخد وقت كتير طويل، فقلت هيك يعني بستمتع بلحظتي عشان أقوم هيك بقى أرتب الغرفة وأجهزها، لأني عن جد إنه كان النهار متعب. فبلشت فيها فيكم تقولوا تقريبا بعد الساعة 3. فهي هيك الغرفة هلأ هيك شكلها كان الأول أول ما سكننا في البيت، بعد ما هيك نظفتها وحطيت الأشياء. وكان عندي فيكم تقولوا شوي إنه هيك تردد وصعوبة بالموضوع، لأني هي الغرفة لبناتي التنتين، وعندي بناتي كل وحدة تفكيرها ونمط الأشياء اللي بتحبها بيختلف عن التاني. فكان في صعوبة بالموضوع أنا إنه كيف بدي أدمج أفكارهم بشيء معين يزبط مع التنتين وما حدا يزعل. فأنا كنت قبل ما أبلش إني أشتري وأدور صرت كل وحدة هيك أبركم مع بعضهم وأسألهم إنه شو اللي بتحبوا، شو ما بتحبوا، شو أفكاركم، شو أكتر شيء بتحبوه. فاستخلصت منهم بالأخير اللي هي الفكرة اللي زبطت فيها الغرفة يعني دوكرت على أساسه إنه هن اجتمعوا على نفس الرأي. طبعا هن ما قالوا لي إنه نحن بدنا هيك، بس أنا استخلصت من كلامهم فقلت خلص يا بنت ما في عندك غير هذا الخيار. وفعلا طلع شيء يعني رائع رائع رائع. فعن جد كان يعني الفكرة كانت كتير حلوة. أخذت معي وقت بالتنفيذ لأني كان في مخطط في بالي، وجيت لأرض الواقع بقى بدي أنفذه. بقى تعالوا بقى من وين نجيب الأشياء ومن وين نشتريها وشو هو. يعني أنا كنت حاطة هيك رسمة صورة في بالي إنه هون بدي أعمل كذا وهون بدي أساوي كذا. فشو ساويت نور؟ مسكت عمو شيئين ودخلت أبحبش فيه وأشوف. تقريبا فيكم تقولوا تقريبا شي أسبوعين صبايا أنا كل يوم كنت أقعد على الشيئين وأتفرج، أجيب فكرة من هون فكرة من هون فكرة من هون فكرة من هون، لجمعت الأفكار في بعضها واخترت الأشياء اللي بدي إياها. في شغلات جبتها من الشيئين في شغلات جبتها من هون، يعني لقيتها هون بالمحلات. يعني فيكم تقولوا من 4-5 محلات صرت أشتري قطعة من هون قطعة من هون، أجمع الأفكار ببعضها. والحمد لله رب العالمين حصلت على اللي بدنا إياه أنا والبنات. وأهم شغلة إنه البنات كتير حبوها بالأخير، ورح تشوفوا يعني ردة فعلهم بالأخير.
ومثل ما شفتوا يا صبايا، ضبيت أول شيء الغرفة، قلت بسوي لها هيك مسحة للغبرة وتكنيس الأراضي. هي الغرفة كتير يعني نظيفة، شبابيك كلها نضاف وهيك، بس قلت مسحة إكسترا يعني زيادة، قلت مشان الغبرة. وفكيته وجاه اللحف. هلا أنا اللحف البنات خيسلتهم كنت قبل بيومين ونضاف، يعني ريحة الدواء الغسيل لسه عم بتفوح منهم للمخدات واللحف. ففكيتهم، قلت هيك يعني أضبضب الغرفة قبل ما أبلش يعني إنه أحط الأشياء الجديدة. هون كنت عم بشتغل بكل حب، لو تتخيلوا الفرحة اللي أنا عايشتها. يعني عن جد بتقولي غرفتي وعم بساوي الغرفة، لأني بعرف بالأخير النتيجة رح تعجب البنات كتير، ورح يكونوا كتير مبسوطين بالنتيجة النهائية، وهذا الشيء كان كتير مفرحني. هلا أكيد كلكم عرفتوا التيب اللي رح أعمل فيه الديكوريشن للغرفة. بس هلا ما رح أحكي، رح تشوفوا النتيجة النهائية يعني بالأخير. بس هيك هلا بلشت هون. أول شيء ألزق هدول الملصقات على الحيطان. هدول الملصقات جبتهم من الشيئين، كتير 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 حلوات. وحتى هدول وقت اللي إذا واحد بده يشيلون إنه ما بيشيلوا الدهان من الحيط، يعني أنا جربتهم لأني فكتير كتير حلوات وطلعوا على أرض الواقع بنات بيجننوا. جبت طرحية من هدول، هي بتيجي طرحية كبيرة من هدول الوردات، وثلاث طرحيات. هدول طبعا بيجوا باكيت مع بعضهم، 3 طرحيات من هدول الفراشات. وكل ما كنت عم بحط شغلة وبعلق شغلة بمحلها، أتخيل هيك فرحة البنات. هون البنات بيركات بالصالون. أنا قلت لهم رح أفرجيكم النتيجة النهائية بآخر الشيء، يعني ما تجوا لعندي. وهن كانوا كتير متحمسين، فكانوا كل شوي يجوا لعندي يدقوا على الباب. أنا مسكرة الباب كنت الغرفة، ماما خلصتي؟ أقول لهم لا لسه شوي. فكانوا كتير كتير متحمسين ليشوفوا النتيجة النهائية. وعن جد أنا قديش فرحت وقت هن الفرحوا وقت شافوا النتيجة النهائية. الفوانيس اللي حطيتهم على الرف والفراشة الصغيرة هدول جبتهم من الشيئين. وهدول الإطارات البرواز تبع اللوحات هدول جبتهم من اليسك. واللوحات اللي بدي أحطهم بقلب الإطار جبتهم كمان من الشيئين. وإذا انتبهتوا على الإطارات الصغيرة اللي حطيتهم على الرف كمان اللي لونهم هيك فوشي غامق، هدول أنا عندي إياهم من قبل بغرفتهم السابقة يعني. والصور اللي بقلبها هدول طبعات إيدين بناتي وقت كان كل وحدة عمرها 2 بالروضة. نسات عملوا لهم هذا النشاط إنه يطبعوا إيدهم وكاتبين هيك كل وحدة يعني صممتها بالذوق اللي بدها إياه. فأنا حطيتهم ببرواز وعيفت لهم إياهم كمان. حطيت هيك، حبيت أحط لهم إياه ديكوريشن بالغرفة، بتم هيك ذكرى حلوة لألون. وكل ما شافوها بتذكروا يعني، وهيك بيقروا إنه شو مكتوب عليها، وبأي وقت وبأي تاريخ حتى على الصورة مكتوب إنه انطبعت هاي الإيد يعني. هلا السبب لتأخير إنه لينزل هذا الفيديو كان هن هدول الإطارات البيض. تعذبت عذاب يعني. هلا يعني انه ان شاء الله افيدكم بهاي الشغله. انا شو سويت؟ اول شيء قبل ما انزل على السوق واشوف الاطارات، رحت وصيت على الصور اللوحات من الشيئين وجبتهم بمقاس معين. بتذكر 40 ب60 سنتي، 40 ب60 سنتي. وانا ما خطر لي للصراحه انزل هون يعني بالسوق واشوف المقاس الاطارات قديش يعني. وانتم بتعرفوا اغلبيتكم توصوا من الشيئين انه بياخد وقت لبين ما يعني تيجي القطعه وترجعوها واذا ما زبطت معكم وهي القصص.
فأنا شو وصيت على 40 ب60 اللوحة، وجيت أنزل على السوق وأدور إنه ألاقي إطار بمقاس اللوحات، ما كنت ألاقي. جيت قلت بقصة للصورة، يعني بقصة للوحة، ما بتزبط، بتروح يعني الرسمة كلها ما بتصير حلوة. فرجعت اضطريت أرجع اللوحات اللي أنا شريتهم من الشيئين، ونزلت أول شيء على السوق وطلعت على مقاس الإطارات وجبتهم من هون. قلت كمان هيك بلمسهم بإيدي وبشوف جودة الإطار يعني، فهن جودتهم كتير كويسة، وأغلبيتكم عايشين بسويد بتعرف إنه اليسك الخشب تبعهم إنه حلو. فجبت الإطارات، أول شيء ضمنت الإطارات عندي، بعدين رجعت وصيت على المقاس الإطارات اللي جبته، وصيت على لوحات من الشيئين والحمد لله وصلوني. فهذا الشيء أخذ معي كتير وقت، لأني نحن لبين من وصي من الشيئين وتجينا نحن على السويد تاخد معنا تقريبا شيء أسبوعين لتصل القطعة يعني. فعن جد واجهت صعوبة كتير، يعني كل ما أجيب شغلة تنقصني شغلة وأرجع أدور عليها ما ألاقي هون مثلا بأرض الواقع، أضطر أوصي مثلا من الشيئين، فأخذ معي كتير وقت. الفازة والوردات كمان جبتهم من الشيئين. الفازة هي مو بلور، هي باغة، ولونها هيك اوف وايت مو أبيض، لونها كتير حلو على أرض الواقع، وإذا وقعت يعني ما بتنكسر، فقلت أحسن من البلور بغرفة البنات يعني. وهدول الوردات كمان عروق الورد جبتهم من الشيئين، وهي الغربولة هلا رح تشوفوا كيف رح أحطها كمان بنهاية الفيديو، كمان كتير حلوة، جبتها من الإيكيا. وهذا السطل كمان جبته من الإيكيا، منشان هيك البنات وقت البرسموا بلونه وبقصقصوا وراء يعني يكبوا فيه، هاد بس للوراء يعني بيكبوا وسخ الوراء فيه بس. هدول الشراشف من إيكيا جبتون، والوجاه اللحف جبتون من الشيئين، كتير قماشهم حلو وبارد وناعم، الحمد لله توفقت فيهم. وتخت البنات عندي هو كان هذا ثلاث طوابق، يعني في تخت فوق هاد، فأنا فكيتهم وقت نقلت على هذا البيت، فكيتهم وعطيت تخت ابني هو اللي كان ينام عليه، حطيته بغرفته، وتموا هدول التختين للبنات، فصارت الغرفة هيك كتير سمبل وحلوة. يا بنات شو صار معي هون، أنا جيت عم بكوي البرداي وما كانت المكوي إنه تحمى، فشميتها فحسيت إنه في ريحة الشويط عم بيطلع منها يعني، فقلت إنه خلص شكل المكوي احترقت، فعلقت البرداي من دون كوي. فإن شاء الله هيك لا أشوف يعني نوعية مكوية منيحة إن شاء الله وأوصي عليها أو أشتريها. وهون علقت البرداي، وهون عم بربطها بهدول ربوطات شعر البنات، لأني للصراحة إنه راح عن بالي إني أوصي أو أطلع على هدول اللي هيك اللي بربطوا البرداي في بعضها، فإن شاء الله رح أوصي يعني عليهم وأجيب منهم. والبرداي صبايا جبتها من الشيئين، وهذا عرق الورد كمان جبته من الشيئين، وهون عم بجربه إذا شغال ولا لا الليد. البرداي أول شي كنت كتير مترددة إنه بين أجيبها من الشيئين ولا ما أجيبها، كنت أشوف موديلات كتير حلوة وأنزل أقارن هون على أرض الواقع، للصراحة إنه ألاقيهم هون كتير عاديات، مالون حركات، مالون أي شي، فقلت يا بنت تجرأي وجيبيها، واشتريتها وما ندمت عليها نهائيا. طلعت قماشة عن جد بنات رائعة، وكمان كسعر يعني ما بتتقارن بالسعر السوق عنا هون، يعني سوق يعني بأرض الواقع يعني بالمحلات عاديات كتير وقماشهم موهل زيادة وأغلى، فكتير حبيتها وما ندمت أبدا على شريها. وهون هاي يعني اللحظة الحاسمة مثل ما بقولوا، وهون عم بعملكم جولة بالغرفة بعد ما رتبتها وحطيت كل شيء بمحله. عن جد طلعت مثل ما بدي وأكتر، وكتير عجبت البنات. هلا بآخر الفيديو رح تشوفوا رد فعلهم، وعفت لكم الصوت يعني مثل ما هو تسجيل الفيديو، مثل ما هو صوتي وصوت البنات. وهذا الليد حطيته هون على التخت، كنت أول شيء أنا هاد جايبته على أساس أعلقه على الغربول اللي فوق التخت، بس قلت يا بنت لا حطيه هون رح يطلع أحلى، وفعلا طلع رائع كتير حلو. حتى صورت لكم الغرفة وهي الضوء الأبيض مطفي مع وسعة الأضوية الصفر، طلعت كتير حلوة. وبنات البرداي عاكسة يعني إنه بتحجب ضوء الشمس الصبح، يعني ما بتدخل أبدا الشمس الصبح.
وإذا بدي أدخل شمس بضب الزهري، يعني بشيله وبفتح الغربول الأبيض، يعني تدخلنا شمس الصبح. فكتير كتير حبيتها. وفي بعض الأشياء لسه نواقص للغرفة إن شاء الله رح تجي يعني رح أوصي عليها وأجيبها، بس شغلات كتير بسيطة يعني. فهي هي الغرفة مثل ما بقولوا باللوك الأخير، وأنا كتير كتير حبيتها، والبنات حبوها لسه أكتر مني. فإذا حبيتوها اكتبوا لي بالتعليقات، وإذا ما حبيتوها كمان اكتبوا لي بالتعليقات، بس تكون تعليقات حلوة مثلكم. وبنات هذا الحيف يعني ما بتتخيلوا قديش ناعم، يعني صيفي بامتياز، صيفي بامتياز. وإن شاء الله رح أرجع أوصي من الشيئين كمان. على فكرة هي أول مرة بجيب لحف من الشيئين، يعني وجاه لحف ما ندمت أبدا. رح أرجع أوصي مرة تانية موديلات تانية وشغلات جديدة إن شاء الله. ولهون بنكون لو ما وصلنا لنهاية الفيديو له تكملة بس الصوت الحقيقي. لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد أنا عم نزله. وبحبكم بالله، وتموا تابعوني، وإن شاء الله أفيدكم واستفاد منكم. وبحبكم صبايا، سلامات. هي أحلى غرفة بتقلع بعقلك. شايفة عملت لكم اياها لك انت واختك عشان تنبسطوا فيها. مو انتوا بلومات، انتوا ورداتي، وعملت لكم غرفتكم مثل الوردات. وانت العسل. يقلي لي قلبك يا عسلة قلبي انت. ماما حبيبي ابوسك انا. ريتو الف هنا يا روحي، تبركوا فيها بالهنا وتنبسطوا فيها يا رب. انا المهم انه هاي الغرفة عجبتكم كتير. عجبتني يعني انت هي يعني ما في أحلى منها. قلي لي قلبك. أنا ما بحسن أستحمل لبين ما ننام بهاي الغرفة. مستعدة تنامي فيها؟ مبسوطة أنه بدك تنامي فيها؟ مستعدة أنام بتواجد جديد مخدة والأحلام وسفنزة وغرفة. أبوس قلبك أنا. قلي لي قلبك، قلي لي قلبك. مع هديك مين ما بده ينام مع هديك خيدة بيزيد تحت من تخته. مين ما بعرف مين عشان أحلى غرفة. يعني جعبالي أتم بهذا البيت للأبد. لو قط مصاريف كتير كبير وأتم بغرفتي يا عمري انت. يعني كل هالشي عجبتك؟ كل هالشي. يخلي لي قلبك أنا. انتي أحلى ماما بالعالم. شكرا. وانتي أحلى بنوتة بالعالم. عفوا يا عمري. يلا نقول لهم باي باي. يلا باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. ونشوفكم في فيديو جديد.